بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم ارحمنا إذا اقتربت منا الآجال، إن حاسبتنا فلا حجة لنا، أو عذبتنا فلا طاقة بنا، نرجو غناك لفقرنا ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ العراق وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وظلم الظالمين. عليك بالظلمة والطواغيت الجبابرة فإنهم لا يعجزونك، إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا رب سوط عذاب، إنك عليهم لبالمرصاد. اللهم انتصف لكل مظلوم من ظالمه، وانتقم لكل مظلوم من ظالمه يا جبار يا منتقم، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر رمضان العظيم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج أيام المعدودات. أسأل الله تعالى أن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن. أيها الكرام، تكلمنا في المجلسين السابقين عن علامات الساعة الصغرى، أو عن بعض علامات الساعة الصغرى، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن علامات الساعة الكبرى، والتي هي ممهدات يوم القيامة، التي إذا ظهرت أو ظهر بعضها فإنه يدل على اقتراب الساعة من الناس. ورد عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ماذا تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، يعني 10 علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، هي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. الحديث من ذلك الحديث رواه مسلم. يلاحظ في هذا أمور: أن الساعة تكون على إثر هذه الآيات، فهذه العلامات إذا وقعت دلت على قرب القيامة، وأن هذه العلامات متتابعة، يعني علامة تردف علامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الأمارات يعني علامات الساعة خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، بالضبط مثل خرزات السبحة، إذا انقطع الخيط تنزل واحدة بعد الأخرى. الحديث رواه أحمد والحاكم. الحاكم قال عنه صحيح ووافقه الذهبي. ولا تعارض بين هذه الأحاديث التي وردت بأن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وبين الأحاديث التي أشارت أن أولها الدجال. بعض الأحاديث ذكرت أن أولها الدجال، وبعض الأحاديث ذكرت أن أولها طلوع الشمس من المغرب. يعني كيف الجمع بين هذا وذاك؟ نقول أن أول الآيات الأرضية التي تكون في الأرض يشهدها الناس هي الدجال، وأول الآيات السماوية هي طلوع الشمس. هنالك آيات سماوية كالدخان الذي ينزل من السماء والشمس وكذا، فأول الآية السماوية هي طلوع الشمس من مغربها، الآيات التي في الفلك والسماء، وأما التي في الأرض فأولها الدجال. ولم ترد أحاديث صريحة تشير إلى ترتيب هذه العلامات، لكن يتضح من الروايات أن بعض العلامات متتابعة، يعني منها مثلا خروج الدجال، ثم نزول عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، تقع مرتبا هكذا.
الدجال يظهر قبل عيسى، وعيسى قبل يأجوج ومأجوج. أما باقي الآيات بالمجمل لم يرد أنها مرتبة هذه ثم هذه ثم هذه. كما أشارت الأحاديث إلى أن آخرها هي النار التي تخرج من عدن. وأما بقية الآيات فلم ترد أحاديث في بيان موقعها وترتيبها، والله أعلم. سوف نتناول هذه العلامات بشيء من التفصيل، لكن لن نطيل بإذن الله. ونبدأ بالدجال. خروج الدجال هو من أعظم الفتن، ليست أعظم فتن الساعة، لا، أعظم الفتن التي أرسلها الله منذ أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أبدا لا يوجد بين خلق آدم وإلى يوم القيامة أمر أكبر أو أعظم من الدجال الأعور. الحديث في صحيح مسلم وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. الحديث رواه ابن ماجه. يعني كل نبي يقول لأمتي قد يظهر الدجال فيكم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنتم حتما سيظهر فيكم، لأنه لا يوجد نبي من بعدي. وقد بين لنا صلوات ربي وسلامه عليه صفات الدجال وفتنته ومكان خروجه ومقدار لبثه في الأرض، وحتى بين طريقة مقتله. فمن ذلك قوله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لماذا قال إن ربكم ليس بأعور؟ لأن الدجال سيدعي أنه هو الرب، هو له قدرات فائقة وأمور يعني خارقة، لكن لا يستطيع أن يخفي عوره ليكون حجة على الناس. لا يأتي إنسان ويقول: يا رب يوم القيامة، يا رب أنا اتبعته ظنا أنه هو الرب وأنا اعذرني بجهلي. لا 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 لا، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ليس لك عذر أن تتبع ربا أعور. مكتوب بين عينيه كافر، رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم: ثم تهجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، هكذا مكتوبة كافر. وهذه العلامة المكتوبة على جبهته يقرأها العامي، يعني الأمي والقارئ، حتى الأمي يلهمه الله قراءتها. مكتوب على جبهته كافر أو كفر، كافر، هكذا. وعن النواس بن سمعان الصحابي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني ذكره بتفصيل. يقول النواس: حتى ظنناه في طائفة النخل، قلنا هنا قريب من عندنا الآن سيأتي، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ يعني وضح على وجوههم قلق أو شيء. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: غير الدجال أخوفني عليكم أو أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أنتم لا علاقة لكم، إذا ظهر أنا أحاججه. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل إنسان هو يحاجج عن نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط يعني شديد جعودة الشعر، شعره مجعد، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن أحد الكفار هناك، عينه تشبه عين الدجال، فشبهه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طافئة يعني بارزة، عينه العوراء كأنما هي بارزة ظاهرة. في رواية كأنها عنبة طافية، كأنما عنبة وطافية في ماء. فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف. من حفظ فواتح الكهف يعصم إن شاء الله من فتنة الدجال. فاحفظوا الآيات العشرة الأول من سورة الكهف. نحن لا ندري هل يظهر الدجال وهو فينا، لا ندري. علامات الساعة ظهرت وظهر أكثرها العلامات الصغرى، ونحن على أبواب الكبرى، فلنحفظ أوائل سورة الكهف، ومن حفظها كاملة فله خير عظيم. وعلى فكرة الدجال كما ورد في بعض الأحاديث يحيي الموتى أحيانا،
يعطيه الله قدرات خارقة، إنه فتنة ولا يوجد فتنة أعظم منه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، قال إنه خارج من خلة. خلة يعني مكان وطريق بين بلدتين، خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني كم يبقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يوم كسنة، يوم يعدل سنة. كيف يكون ذلك؟ هل يكون هذا أمرا فلكيا يعني تختلف فيه سرعة الأرض فيطول اليوم، أو لعله يمكث في القطب الشمالي أو الجنوبي، حيث يقال أن هنالك الشمس تبقى 6 أشهر ليلا و6 أشهر نهارا، فكأنما السنة كيوم واحد. هل هذا أو هذا الله أعلم، لكن أخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. يعني كما تعرفون إذا مكثت الشمس كيف نعرف الظهر من العصر من المغرب من العشاء؟ لا نعرف. لاحظوا حرص الصحابة، رسول الله يحدثهم عن أيام مخيفة، عن فتن، عن الساعة، وتخطر ببالهم الصلاة. لا يخطر بهم إلا الصلاة. كيف نصلي في ذلك اليوم؟ لا يسألون عن كيف المفر، كيف الممر، كيف المخرج، كيف النجاة، يسألون عن الصلاة. لاحظوا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سادتنا الغر. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ يعني 40 يوما ويطوف الأرض كلها، ما سرعته؟ فقال صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح، مثل المطر عندما تأتي الريح ترشقه رشقا ينزل في كل ثانية عشرات قطرات المطر. يأتي على القوم، صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على القوم فيدعوهم. لاحظوا فتنته ولاحظوا قدراته الخارقة. يأتي على القوم فيدعوهم، يعني يقولون له نحن نؤمن بك، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا. تروح سارحتهم يعني ترجع آخر النهار. الإبل والمواشي، المواشي ترجع. ذرا جمع ذروة، وهي أعالي الماشية، يعني مثل أسنمة الإبل وهكذا. وأسبغه ضروعا، الضرع يكون سابغا بمعنى الضرع يكون مليئا بالحليب. وأمده خواصر، يعني يثني على أنه ستمطر سماؤهم وأرضهم تخرج خيرها ومواشيهم سمينة. ثم يأتي القوم، يأتي بعد ذلك إلى قوم آخرين فيدعوهم فيردون عليه قوله، يقولون له لن نؤمن بك، فيصبحون ممحلين، يعني قحط وجدب من المحل، يعني تكون أرضهم جدباء ولا ينزل عليهم المطر، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب النحل عن جماعة النحل. يأتي إلى القرى التي لا تتبعه فيقولون له لن نتبعك. يأمر السماء أن تحبس مطرها، يأمر الأرض أن تجدب، ويمشي، وإن كانت كنوز في الأرض تتبعه الكنوز يعني كأفواج النحل. هذه فتن في آخر الزمان ليختبر الله تعالى عباده، من يثبت، من يصبر، ومن يقنط. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، شاب وقوي تظهر عليه قوة الشباب، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. ما معنى جزلتين رمية الغرض؟ يعني يجعله قطعتين بينهما مسافة مقدار الرمية، كما لو يرمي الرامي يجعله قطعتين، كل قطعة يرميها بمكان. ثم يدعوه فتجتمع القطعتان فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. يعني هذه القدرات الخارقة التي تكون عند الدجال. طيب ستقول لماذا له هذه القدرات؟ إبليس له قدرات أكثر من ذلك. أولئك فتن. إبليس هو رأس الخطيئة من الجن، والدجال رأس الخطيئة من الإنس. هما
أسباب ضلالة البشرية. لذلك عندما يدخل أهل النار إلى النار ماذا يقولون؟ يقولون ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقصدون الدجال والشيطان، هم رؤوس الغواية. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. معنى مهرودتين يعني ثوبان مصبوغان، هكذا كأنما ينزل عليه ثياب هكذا، واضعا كفيه على أجنحة ملكين بمنظر مهاب، يعني إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. يعني صفة جمال هائلة في وجه سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. لا يحل هذا النفس، نفس سيدنا عيسى عندما يتنفس يكون نفسه بريح طيبة، إذا شمها الكافر، إذا شمها الكفر أتباع الدجال ماتوا. ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، نفسه يمشي، فإذا شمه أهل الدنيا وجدوا عبيرا، وأهل الآخرة يعني المؤمنون وجدوا عبيرا، وإذا شمه أتباع الدجال ماتوا. ينتهي حيث ينتهي بصره، نفسه يعني، فيطالبه حتى يدركه بباب لد. باب لد في فلسطين، باب لد في فلسطين يتبعه عيسى بن مريم، يتبع الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الدجال عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب، لو تركه لذاب، لكنه يحمل سيفا يضعه في صدره بين ثدييه فيقتله، وذلك آخر عهد الدجال. ثم يأتي عيسى بن مريم، يأتي عيسى ابن مريم، يعني قوم يأتون إليه، يأتي إلى عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم من الجنة. يعني سيأتي بقية الحديث في ذكر يأجوج ومأجوج إن شاء الله. هذا الحديث طبعا حديث صحيح رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه مسالح الدجال، يعني الحمايات والبطانة، فيقولون له أين تعمد؟ يعني إلى أين ذهب؟ قال أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج. فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، يعني الله تعالى ليس هذا، الله تعالى معلوم لا يخفى علينا، الله رب السماوات والأرض وليس هذا الدجال. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ لأن الدجال قال لا تقتلوا أحدا، إنما ائتوني به إلي، ائتوني به. الدجال أيضا يتعامل أحيانا بدبلوماسية. قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشج، يعني يضرب حتى يدمى، فيقول خذوه وشجوه، فيوسعون ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول له أو ما تؤمن به؟ فيقول له أنت المسيح الكذاب. طبعا يسمى الدجال بالمسيح لأنه ممسوح العين أو لأنه يسيح في الأرض كلها. قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين فيقول له قم، ثم يستوي قائما، ثم يقول له أتؤمن بي الآن؟ فيقول له هذا المؤمن الذي قتل ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول هذا الذي قتله الدجال ثم بعث قال يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. يعني هو لماذا يقول أنا الآن أشد بك بصيرة؟ لأنه مات، والإنسان لما يموت يرى الحق، تراه الملائكة وتخبره بالحق. ثم لما أحياه الله عز وجل يقول أنا الآن أشد بك بصيرة، يعني أشد بك كفرا. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته أو إلى الترقوة، هذه العظام التي العظمان البارزان تحت الرقبة، الله سبحانه وتعالى يجعل بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه، الدجال يأخذ بيديه ورجليه فيقذف به،
فيحسب الناس أن ما قذفه إلى نار، يعني هو يريهم أن هنالك نارا فيقذفه في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما ألقي في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الذي فعل به الدجال ذلك هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يعني في زمانه. لماذا؟ لأن الدجال حاكم ظالم، وسيد الشهداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمي حمزة ورجل قال كلمة حق عند حاكم ظالم فقتله. فهذا من هذا النوع. الحديث أيضا في صحيح مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. نعم، أكثر مرويات الدجال هي عن المغيرة، وأكثرهم سؤالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما سؤالك؟ إنه لا يضرك، يعني يقول له: أنت ستموت قبل أن يظهر فلا يضرك، لماذا تكثر السؤال عنه؟ قال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: هو أهون على الله من ذلك. يعني كل هذا إن كان معه فهو من تفاهات الدنيا، وليكن لحم. نعيم الجنة أفضل، الثبات أفضل. حديث المغيرة رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أتباع الدجال فقال: يتبع الدجال من يهود أصبهان، في رواية أصفهان، وهي مدينة في إيران معروفة، 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة جمع طيلسان، وهو نوع من اللباس الذي يرتديه اليهود. وعن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث طويل وفيه قال: وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه. يعني يمشي في الأرض كلها، يسيح في الأرض كلها الدجال، إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، يعني مجردة، سيوف مجردة، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، يعني منطقة على أطراف المدينة، على أطراف المدينة يقف، لا يستطيع أن يدخلها، عندها ملائكة تحمل السيوف، مكة والمدينة، فيصل إلى الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، منطقة قرب المدينة، لكنها ليست ضمن حدود المدينة، ليست ضمن حدود حرم المدينة. قال: فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. ما معنى 3 رجفات؟ قد تكون فتن داخل المدينة، أو قد يكون جوع، أو قد تكون محن. المهم من يصبر على المدينة ولأوائها فهو على الثبات. وهم يعلمون أن الدجال يحيط بالمدينة ومعه الخير ومعه الطعام ومعه الخصب، فالذين خرجوا هم الخبث، يعني المنافقون الذين كانوا موجودين في المدينة يخرجون لأنهم لا يستحقون البقاء في المدينة. لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، لا يتحملون الجوع، لا يتحملون اللأواء، يعني القحط في العيش. قال: فتنفي المدينة الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير الحداد عندما ينظف الحديد من الصدى والزوائد والوسخ الذي عليه حتى يعني يظهر جميلا ويظهر يعني ناعما أملس، هكذا المدينة تطرد كما يطرد الحداد خبث الحديد، هكذا تنفي المدينة خبثها. قال صلى الله عليه وسلم: ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. والأحاديث في ذكر الدجال وأوصافه كثيرة، يعني سنكتفي بهذا القدر. لكن قبل الدجال آخر العلامات الصغرى هو أن الله سبحانه وتعالى يبعث رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كاسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله، وذلك هو المهدي المنتظر. اسمه محمد بن عبد الله، يكون قبيل عهد الدجال، يولد فيظهر ويكون ظهوره بمكة المكرمة، يدعو الناس إلى البيعة فيبايعوه من أهل الحرم، ثم يأتيه جيش قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، جيش من المسلمين، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بهم فيهلكون مهلكة واحدة. ثم يأتي جيش أيضا من المسلمين من الحجاز أيضا فيقاتله المهدي ومن بايعه من أهل الحرم.
ثم يذهب بعد ذلك إلى العراق، ثم إلى بلاد فارس، ثم إلى بلاد خراسان، ثم يأتي بعد ذلك إلى الشام ويفتحه الله تعالى على تلك البلدان على يديه، ثم يأتيه أهل الراية السود من خراسان وهم أمة مهتدية، ثم تكون بعد ذلك الملاحم الكبرى بين المسلمين وبين الروم، حتى يؤذن مؤذن المسلمين عند برج روما، يعني برج الفاتيكان. الآن الفاتيكان هي يعني موطن النصارى وقبلتهم، وهو الذي يعني فيه كاتدرائيتهم الكبرى وبابويتهم. هنالك يؤذن، وهي الفاتيكان جزء من روما، يؤذن المؤذن وهو إذان بفتح بلاد الروم. في ذلك الوقت بينما المهدي يعني في أوج انتصاراته، يأتي من قبله أناس يقولون له: قد ظهر الدجال وأخلفنا في ذرارنا، وقد ظهر الدجال في بلادنا بين العراق والشام. فيرسل المهدي طليعة من 10 أشخاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. ثم يذهبون ويتأكدون ويقولون له: نعم، جاء الدجال. ثم يأتي بعد ذلك المهدي، يذهب وينزل عندئذ عيسى بن مريم. في ذلك الوقت الولاية تكون للمهدي، ولاية أمر المسلمين. فإذا نزل عيسى بن مريم انتقلت الولاية إلى عيسى لأنه نبي. فماذا سيكون عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يصلي عيسى والمهدي صلاة واحدة بمسجد واحد؟ ومن الإمام فيهما؟ سنؤجل الموضوع إلى مجلس الغد إن شاء الله، لنتكلم عن نزول المسيح عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وباقي الفتن التي تكون بعدها القيامة. نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يثبتنا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها. آمين.